جايين لك النهارده بانمي كله الغاز واحداث هتخلي عقلك ينفجر من العظمه. وبيتكلم عن تيتو، طالب عادي في الاكاديميه العسكريه، لكن حياته كلها بتتقلب لما بيكتشف انه مطارد من امبراطوريه غامضه بسبب انه معاه سر ممكن يغير مصير العالم كله. لكن يا ترى ايه هيكون مصير بطلنا في الاخر؟ طبعا ما تنساش اللايك والسبسكرايب وانك تكمل الفيديو للاخر. ويلا بينا. بنشوف تيتو البطل في مكان غريب وقدامه شخص مجهول، وفجاه بيسمع اصوات مرعبه حواليه، لكن بيطلع ده كله حلو. وبيصحى تيتو مفزوع من النوم وبيقول انا زهقت من الاحلام اللي بشوفها كل يوم دي، ويا ترى مين الراجل اللي بيظهر لي فيه؟ فجأة الجرس بيدق وكل الطلاب بيصحوا وبيجهزوا، بيتجمعوا في قاعة الاجتماعات، وبيقول لهم الرئيس ميروكو ان الرؤساء التنفيذيين للجيش هيكونوا موجودين وهيتفرجوا عليهم في الامتحان، ولازم يبذلوا مجهودهم ويوروهم كل اللي اتعلموه في الاكاديمية. بيكون تيتو متوتر جدا بسبب الامتحان الاخير واللي المفروض انه يتخرج بعده ويبقى جندي رسمي في الجيش. بيخرجوا وبيشوفوا سفينة هوائية ضخمة معدية، وبيقول له صاحبه ميكا انهم لو عدوا من الامتحان الاخير هيقدروا انهم يركبوا سفينة الجيش الهوائية، وبيقول انه لازم يقاتل من اجل الامبراطورية وعشان يحمي عيلته. بيحزن تيتو فجأة وبيقول له انت لسه مش فاكر اي حاجه عن عيلتك؟ بيرد عليه وبيقول له لا، بس لسه بشوف الحلم الغريب ده كل يوم. بيستغرب ميكا وبيقول له انه ممكن يكون ذكريات من ماضيه. بيغير تيتو الموضوع، وقبل ما يمشي بيقول له انه سمع ان الطلاب بيموتوا في الاختبار الاخير ولازم يستعد كويس. بيجي اخر اليوم وبيقول له ميكا انهم ممكن يبقوا في وحدات مختلفه لما يدخلوا الجيش وما يشوفوش بعض تاني. بيقطعوا تيتو وبيقول له انت كنت عارف اني كنت عبد قبل ما ادخل الاكاديميه، وعشان كده انا ما اعرفش اي حاجه عن العيله والحب والكلام ده، وان هو صديقه الوحيد ومالوش غيره. وبيوعده انه هيفضل معاه على طول وهيحميه في كل المعارك، وانهم لما هيموتوا سوا. بيجي وقت الامتحان الاخير وبيكونوا الاتنين واقفين مع بعض، وبيروح لهم واحد من الطلاب ومعاه اتنين من صحابه، وبيقول لتيتو انه مش مصدق انه هيكون في نفس الفريق مع عبد زيه. بيدخلوا كلهم لمكان الاختبار بتاعهم، وبيلاقوا قدامهم وحش ضخم جدا، وبيقول لهم المعلم ميروكو انهم لازم يقتلوه ويتعاونوا مع بعض كفريق، ولو حد فيهم تخلى عن التاني هيفشلوا كلهم في الاختبار. وبتقول لهم المشرفه انه هيقتلهم واحد ورا التاني لو ما تعاونوش مع بعض، وبعدها بيتقفل عليهم المكان وبيتسابوا مع الوحش الضخم، وبيبدا انه يهاجمهم وبيكون سريع جدا. وبعد شويه بيكون الولد المتنمر واصحابه مش قادرين يواجهوا الوحش ده لانهم ما بيتعاونوش مع بعض. بيفضل الواد المتنمر يخبط في الازاز وبيقول حد يلحقنا يا جدعان. بيستغربوا الرؤساء اللي بيتفرجوا وبيقولوا غريبه يعني، مع انه من عيله كبيره وغنيه. وبيشوفوا الوحش الضخم وبيجري عليه عشان ينقذه، لكن بيلحقوا مين؟ بيلحقوا تيتو في اخر لحظه، وبيتعاون مع ميكا ضد الوحش، وبيستخدم تيتو قوته السحريه المذهله وبيكتف الوحش، وبيقولوا ان لو اتحرك هيقتله. والمفاجاه ان الوحش بيستسلم، لكن بيدخل ميروكو عليهم وبيقول لهم ان المعركه ما بتمشيش كده، وانه قال لهم انهم لازم يقتلوه. بيرد عليه تيتو وبيقول له انهم مش عدوهم فعلا وان مفيش داعي انهم يقتلوه، لكن فجاه بيظهر واحد من الرؤساء وبيقتل الوحش في لحظه من غير تردد. بيتصدم تيتو وبيقول مين الراجل المرعب ده؟ بيجي اخر اليوم وبيقول ميكا انه سمع ان 19 واحد بس من دفعتهم نجح في الاختبار الاخير. بيكون تيتو لسه بيفكر في الشخص الغريب اللي قتل الوحش. بيقول له ميكا ده الرئيس ايانامي، وانه مشهور بانه راجل مجنون وقتل عدد لا يحصى من الناس. بيجي تاني يوم وبيكون تيتو متوتر وفي طريقه انه يسلم التقرير بتاعه، لكن فجاه بيسمع صوت الجرس الغريب اللي بيسمعه في الحلم، وبيستغرب جدا وبيروح على طول ناحيه الصوت، وبيلاقي الرئيس ايانامي ومعاه شخص تاني، وبيقول له ان الحجر اللي هما بيدوروا عليه اكيد في مكان معين بره. بيشوف تيتو معاه نفس الجرس اللي بيشوفه مع الشخص الغريب اللي بيظهر في الحلم، وبيكون مصدوم ومش فاهم اي حاجه. بيأمر ايانامي الشخص اللي معاه انه يلاقي الحجر الخاص بقلاده الملك راكس واللي اسمه عم ميكائيل. فجاه بيحس تيتو بصداع شديد جدا وبيفتكر تفاصيل حلمه، وان اللي قتل ابوه في الحلم هو الرئيس ايانامي، وما بيقدرش يسيطر على اعصابه. وبيدخل فجاه عليهم وبيهجم على ايانامي بقوته السحريه، لكن بيتدخلوا الرؤساء وبيقبضوا عليه قبل ما يعمل اي حاجه. بيقول له ايانامي مش انت العبد اللي خدوه من مملكه راكس؟ وبيقول لهم انهم هيحتاجوه في التحقيقات. بيحبسوا تيتو في اليوم اللي المفروض يتخرج فيه من الاكاديميه. بيسمع ميكا صاحبه اللي حصل وبيقرر انه ينقذه. بيروح لمكان الزنزانه بتاعته، لكن المفاجاه انها بتكون مفتوحه، وبيدخل وبيلاقي تيتو واقف قدام الحراس وبيكون قتلهم كلهم. بيقول لميكا انه هيضطر انه يخلف بوعدهم ولازم يسيب كل حاجه ويهرب، لكن بيرفض ميكا انه يسيبه وبياخده عشان يهربوا. بيشوفوهم الحراس وبيقفوا قدامهم، لكن بياخد تيتو ميكا وبيحط السكينه على رقبته وبيهدد الحراس انه هيقتله لو ما بعدوش عنه. وبيقول لميكا انه هيفضل صديقه المفضل لكنه لازم يهرب لوحده. بينزل وبياخد السفينه الهوائيه اللي سرقها له ميكا وبيهرب، لكن بيشوفوا ايانامي وبيضربوا بتعويذه قويه جدا. بيفقد تيتو الوعي وبيقع بالسفينه في مكان بعيد. بيشوفوا مجموعه من الاشخاص اللي معاهم سفن هوائيه، وبيقع تيتو على سفينه واحد منهم وبياخدوه معاهم وبيقيدوه كويس. بيفوق تيتو وبيلاقي واحد منهم واقف فوق دماغه. بيضربه على طول من غير ما يفكر وبيهرب منهم وبينط من البلكونه. بيلحقوا فراو في اخر لحظه وبيفتح تيتو عينه وبيتصدم من المسافه وانه كان هيموت في ساعتها لو فارو ما لحقوش. بياخدوا واحد تاني وبيقول له انه هنا في الكنيسه اللي في امبراطوريه بارسبرج، وبيعرفوه على نفسهم. وبيتفاجئ تيتو انهم ما طلعوش اشرار. بيقول له كاستور انهم شافوا العلامه اللي في ظهره وعرفوا انه كان عبد، وبيقول له انهم هيسيبوه يرتاح شويه وبعدين يرجعوا له تاني. بيفضل تيتو سهران طول الليل وبيفكر في صاحبه ميكا وبيكون قلقان عليه جدا. بيكون ميكا اتحبس وبياخدوا الحارس للرئيس المرعب ايانامي. بيحقق ايانامي معاه وبيساله هل ساعد تيتو على الهروب ولا لا. بنرجع لتيتو وبيصحى من النوم وبيلاقي كل الالم اللي كان حاسس بيه اختفى. بيخرج وبيلاقي اشخاص كتيره غيره وكلهم مبسوطين. بيقعد تيتو لوحده وبيفضل يفكر وبيقول يا ترى ايه اللي حصل زمان وليه الرئيس
ايانامي قتل ابويا. بعدها بيروح تيتو لفراو وكاستور وبيقول لهم انه عايز يعرف اي معلومات عن الحرب اللي حصلت من 10 سنين. بيقول له كاستور ان من الاف السنين كان في مملكتين متساويين في القوه العظيمه، وهما مملكه بارسبيرك اللي كانت بتحمي نفسها من خلال الحجر الازرق عين رافا، ومملكه راكس واللي كانت بتحمي نفسها من خلال الحجر الاحمر اللي هو عين ميكائيل. لكن مملكه راكس قررت انها تحصل على العينين وخلفت كل التحالفات اللي كانت بينهم، وده كان سبب الحرب اللي حصلت. بيقول فراو ان مفيش حقيقه واحده وان كل واحد اتورط في الحرب دي عنده الحقيقه الخاصه بيه. بيقوم تيتو بيقول انه هيسافر العالم كله وهيعرف الحقيقه كامله. بيجي تاني يوم وبيكون تيتو ماشي لوحده وبيقول المكان هنا كويس جدا، لكن يا ترى هل ده مكاني فعلا؟ فجاه بيروح له فراو وبيضربه على دماغه وبيقول له انت رايح فين ياض يا غاب انت؟ بيتعصب تيتو وبيقول له انه ليه اسمي يناديه بيه، لكن بيتردد بعدها وما بيقولوش اسمه. بيشيلوا فراو وبيقول له انه لازم ياكل عشان ما يموتش منهم. بياخد كاستور ورده الجليد من على الارض وبيحطها في شعره. بياخدوه لاوضه الاكل وبيكتشف تيتو ان الاكل عباره عن عيون السمك وبيتفزع اول ما بيشوفه. بيقولوا له المساعدات ان هم ما بياكلوش اللحوم هنا عشان الدنيا غليت بقى وكده، ووجبتهم الرئيسيه هي عيون السمك والورد الصالح للاكل. بيضطر تيتو انه ياكل معاهم عشان ما فيش اي اكل تاني، وبيفضل ياكل بسرعه عشان ما يحسش بطعم الاكل. بعد الاكل بيقضي تيتو اليوم كله في تنظيف المكان ومساعده الخدم، وبيفضل طول الوقت يفكر في صاحبه ميكا وبيقول يا ترى ايه حاله دلوقتي، وبيفتكر ايامهم في الاكاديميه وهو الوحيد اللي كان بيدافع عنه ضد الطلاب المتنمرين، وبيقف على طول في صفه وبيقول لنفسه انه ما ينفعش يفضل هنا ولازم يتحرك وينقذ صاحبه من جنود الجيش الاشرار. وفجاه بيروح له راجل عجوز وبيقعد معاه وبيشكي له همه. بيتاثر تيتو وبيحكي له هو كمان عن مأساته وانه مش فاكر اي حاجه عن حياته زمان وانه ما قدرش ينقذ صاحبه الوحيد. بيرد عليه الراجل العجوز وبيقول له ان كل الناس بيكونوا عايزين يحققوا كل امانيهم لكنها ما بتتحققش، وبيقول له ان في شخص واحد بس ممكن يساعده ويحقق له امنياته، ولو عايز يعرف مين الشخص ده فيقابله لما اجراس نص الليل تضوء. بيستغرب تيتو جدا وما بيكونش فاهم اي حاجه. بيعدي الوقت وبيجي نص الليل وبيخرج تيتو من غرفته وهو ماشي فجاه بيلاقي فراو في وشه وبيقول تيتو انا همشي من هنا ومش هقدر ان افضل عبء على الناس طول الوقت. بيظهر كاستور كمان وبيقول له انه متاكد ان وجوده هنا ليه سبب معين. بيقول له فراو انت فاكر يعني انك هتقدر تعمل حاجه لو خرجت وانت في حالتك دي؟ بيتعصب تيتو وبيقول انه مش محتاج المساعده من حد منهم وبيهجم عليه بقوته السحريه، لكن بيقدر فراو انه يتفاداه في اخر لحظه. بيعرف كاستور انه بيستخدم قوه الزيفون السحريه ودي قوه مميزه جدا. بيكرر تيتو هجومه اكتر من مره لكن ما بيقدرش يسيبه. بيقول له فراو انه لو فضل على الحال ده مش هيقدر يعمل اي حاجه وانه طفل مغرور وشايف نفسه على الفاضي. بيتعصب تيتو جدا وبيهجم عليه بكل قوته. بيحصل انفجار كبير وبيكون فاكر انه قضى عليه خلاص، لكن بيلاقيه واقف جنبه وما اتصابش بخدش واحد حتى. وبيقول له فراو ان قوه الزيفون دي مش كفايه للتغلب عليه وبيضربه ضربه قويه جدا في بطنه وبيفقد تيتو الوعي في لحظه. بيقول له كاستور انه بالغ حبتين في الضربه. بيرد عليه وبيقول له عشان ما يحاولش يهرب تاني. بنروح لميكا الغلبان وبيكون الجنود معذبينه ومانعين عنه الاكل والشرب عشان يعترف باللي حصل، لكن ما بيقولش اي حاجه غير انه كان رهينه وانه ما يعرفش اي حاجه عن تيتو. بيوري له الرئيس ايانامي صورته هو واخته وبيتصدم ميكا اول ما بيشوفها وبيقلق جدا وبيقول له انه لو ما اعترفش بالحقيقه فيودع عيلته اللي كان عايز يحميهم، وبيقول له في ودنه انه قدامه اختيارين يا عيلته يا تيتو. بنرجع لتيتو وبيتسحب تاني وبيروح للراجل العجوز وبيقول له انه كان واثق انه هيجي. بيقول له يفكر في ماضيه كويس ويقول هو شايف ايه. بيحاول تيتو انه يفتكر حياته زمان وبيقول له انه كان دايما وحيد لحد ما قابل ميكا وبقوا اصحاب. بيتاثر تيتو جدا وبيقول ان امنيته هي ان ميكا صاحبه يبقى في امان ويشوفه تاني. بيقول له الراجل العجوز انه هيحقق له امنيته بشرط واحد هو انه يديله روحه. فجاه بيلاقي تيتو نفسه في مكان تاني وبيشوف ميكا صاحبه واقف قدامه. بيجري عليه بسرعه وبيحاول انه يوصل له، لكن فجاه الصوره دي بتنهار وبيرجع للواقع تاني وبيلاقي فراو والباقيين قدامه وبيقول له فراو ما يخليش الظلام يلتهم قلبه. وبيقول للراجل العجوز ان مش مسموح ليه انه يتجول في المكان في الوقت ده وانهم هيحققوا معاه بكره. بيرد عليه الراجل العجوز وبيقول له انه اعجب بقوه الطفل وارادته وانه عايز ياخده، وفجاه بيتحول وكانه وحش شرير وبتظهر له جناحات ضخمه من العظام الحاده. بيستخدم فراو اداه سحريه ضخمه لطرد الارواح الشريره. بيهجم عليه الراجل العجوز الاول وبيستهدف تيتو. بيجهز تيتو قوته السحريه لكن بيمنعه فراو وبيقول انه كده ممكن يقتله وبينقذه من روح الراجل العجوز الشريره. بيقول له تيتو ايه السلاح الضخم ده؟ بيستغرب فراو جدا انه قدر يشوف اداته السحريه. بيحاول الراجل العجوز انه يهرب منهم لكن بيخرجوا وراه وبيستخدم فراو اداته السحريه الضخمه وبيطارد الراجل العجوز في المكان كله وبيقدر اخيرا انه يقبض عليه. بيكون تيتو مش فاهم اي حاجه وبيقول ان الراجل العجوز ده تم الاستيلاء على روحه من الشيطان الشرير اللي بياخد ارواح البشر وبيقدمها للظلام، لكن بيقدروا ينقذوا الراجل العجوز وبيقضوا على الشيطان. بياخد فراو تيتو وبيرجعه اوضته وبيكون الشيطان الشرير حط علامته على صدره وبيكون معروف ان اللي بيتصاب بالعلامه دي بيتحول وما بيكونش مستقر، لكن تيتو بيكون عنده القوه الكافيه اللي تخليه يفضل محافظ على توازنه. بيستخدم فراو قوته السحريه الغريبه وبيشيل العلامه. بيجي تاني يوم وبيخرج تيتو وبيقول انه قضى معظم حياته في الجيش وانه ما يعرفش اي حاجه عن العالم الخارجي، لكنه طلع عالم مضيء ومسالم. وبعد شويه بيشوف الراجل العجوز مع ابنه ومراته وحفيده. بيقول كاستور لتيتو انه طلع عنده عيله بتحبه واكيد هيكون بامان معاهم. بيفرح تيتو جدا وبعدها بيسال كاستور ايه حكايه الشيطان اللي ظهر امبارح ده. يرد عليه وبيقول له انه شيطان شرير جدا وبيسحب الناس للظلام عن طريق تحقيق احلامهم، وانه لما بيحقق للناس احلامهم بيتحولوا وروحهم بتملاها قوه الظلام الشريره وما بيرجعوش لطبيعتهم تاني. وبيقولوا ان شغلهم هو انهم يحموا الناس من الشياطين وبيطلب منه انه يخلي اللي حصل امبارح ده سر بينهم. بنروح لميكا وبيكون لسه على نفس الحال يا عيني وبيفتكر كل ذكرياته
ذكرياته مع تيتو، وفجأة بيدخلوا الرئيس ايانامي والمساعد بتاعه وبيسالوا ايانامي نفس السؤال، وهو هل هيختار عيلته ولا صاحبه، وبيقول له انه حلمه كان انه يدخل الجيش ويحمي عيلته والامبراطوريه. بيرد عليه ميكا وبيقول له ان دي حقيقه فعلا وانه لازم يحميهم. بيضحك صاحبه وبيقول له انت كده راجل ذكي وبتفهم، وبيكون لسه هيفك كيودو، لكن بيقول ميكا انه متاكد ان عيلته هيفهموه وانهم مش هيبقوا عايزينه يخون اعز اصدقائه. بيتفاجئوا الاثنين جدا انه بعد ده كله اختار تيتو برضه، ونعم الصحاب والله. بيقوم ميكا وبيقول انه لازم ينفذ وعده لصاحبه، وزي ما هو حاول يحميه فمستحيل يتخلى عنه ابدا. بنروح لتيتو وبيكون واقف قدام البحيره وبيقول لنفسه يا ترى ليه بيعاملوني بلطف مع اني مجرد عبد، وهل ممكن يكونوا بيشفقوا عليا. بيشوف الكائنه الغريبه اللي في البحيره وبتفضل تعمل حركات غريبه وبتشاور له على طريق المعبد. بيسمع تيتو كلامها وبيمشي، وهو في الطريق فجاه بتحصل حاجه غريبه وبيفتكر جزء من ذكرياته. بيشوف ابوه بيستخدم قوته السحريه وبيحط في ايده كره صغيره جدا وبتختفي جوه ايده. بيقول له ان عين ميكائيل بتحتوي على تاريخ مملكه راكس كله، وانه هيورثها في يوم من الايام وما ينفعش انه يقع في جيش الامبراطوريه ابدا.